السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وبصحة جيدة. نرحب بكم كامل، نقول لكم مساء الخير عليكم وأهلا وسهلا بكم، نورتوا القناة. نوجه تحية كبيرة للمتتبعات تاعي داخل الوطن والمتتبعات خارج الوطن والمتتبعات بالصمت اللي هما بزاف بزاف، على بالي راهم بقوة وشنو شوية يعجزوا ما يحبوش يكتبوا كومنتير. نقول لكم خياتي هماله، انا نوجه لكم تحيه حاسه بقلبي بلي راكو بزاف، وكما نضري نتلاقى هكذا بالاخوات يقولوا لي نوال حنايا فنيانين ما نكتبوش التعليقات، ولكن هذاك الجا نديروه، وهذيك المحبه تاعك في قلوبنا كبيره بزاف بزاف. نقول لكم حتى انا نبادلكم المحبه ونبادلكم الاحترام. ان شاء الله ربي يحفظكم ويحميكم من كل سوء. خياتي عندنا اليوم روتين متنوع وفيديو متنوع فيه فقرات بزاف بزاف. عندنا طيابات، عندنا مالح وحلو، عندنا هاد الحطة اللي راكو تشوفوا فيها رانا رايحين نشاركوا كامل خياتي التفاصيل. همالا يكون خاطركم واسع باش هكذايا تشوفوا المحتوى تاع الفيديو تاعنا اليوم، وتاني تكتشفوا الفقرات اللي فيه. وهنا يا خياتي نبداو باول وصفه اللي هي موسكوتشو هذاك اليومي. شوفوا هنا حطيت 3 حبات تاع البيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه، معناتها كي نحبوا نديروا موسكوتشو ولا مادلان من المستحسن هذاك البيض دائما يخرج بوقت من داخل الفريجيدير. درت قرصه تاع الملح اللي هي مهمه، وعندي هنايا كاس غير ربع تاع السكر العادي. هاد المكونات نخلطهم مليح بالباتور حتى نشوفوا هاد الخليط ولا لنا بهذا اللون. صدقوني الموسكوتشو ولا الكيك تاعنا يجي ممتاز. لو كان يقعد 3 ايام حيقعد بهذيك الهشاشه ديالو. شوفوا الميلونج كيفاش ولا لي. في هذا الوقت عندي كاس غير ربع تاع الزيت نديرو لداخل، وتاني نقعد نخلط شويه حتى ينسجموا كامل هاد السوائل ما بيناتهم باش نبدا نحط المكونات الباقيه. شوفوا خياتي هنايا انا عندي هدايا المركز تاع القارص، كنت سبقت وشاركتكم بالوصفه وتاني تراهو الفيديو في القناه بالتفصيل هذاك. كتبوا مركز البرتقال كوزينة بنت القصبة حتخرج لكم هذيك الوصفة. المهم زدت بطاطا على الياغورت ذوق تاع الخوخ، عطاتني ذوق وريحة من أروع ما يكون. حطيت 2 بايط تاع الفارينة، والثالثة ما عمرتهاش ملح، يعني تقريبا 3 بايط. بعد ما زدت خلطت شويه حطيت هاد الباكي تاع خميره الحلويات، ونزيد نخلط تخليطه ولا 2 بالباتور. من جهه تانية خديت هذا المول دهنته بشويه تاع الزيت ودرت له شويه تاع الفارينه. هذيك الفارينه كي ندردروها فيه من المستحسن نعاودو ننفضوها باش ما تجيناش هذوك الكتل الصغيره تاع الفارينه فوق هذيك الخبزه تاع الموسكوتشو. فرغت هذاك الميلونج كامل داخل هذا المول ودخلتها للفرن على درجه حراره 170 حتى خدات لي هذاك اللون الذهبي. نخبطوها هاد الخبطه باش تخرج لنا كامل هذاك الهواء اللي في الموسكوتشو، وما طيبناش جهه بجهه، يعني جهه طالعه وجهه تكون حابطه. كما راكم تشوفوا عندي هنايا اوبتيلا البيضه، حناخد منها تقريبا نص الكميه نديرها كامل في كاسرونه باش ندوبها في حمام مائي. انا هاد الاوبتيلا البيضه حبيت تجيني هكذا شويه كريم، يعني رايحه شويه للباج. حكمت حبيبه تاع شوكولا بالحليب ودرتها لداخل هكذايا باش تعطيني هذاك اللون اللي راني حباتو. يعني حتى الذوق تاعها خياتي جاتني من اروع ما يكون. هذاك الميلونج بين الشوكولا وهذاك الذوق تاع الموسكوتشو اللي جاي فيه هذيك النكهه تاع القارص وتاني تمنسم بالياغورت، صراحه جات بزاف بزاف بنينه. درتها في حمام مائي وخليتها تذوب. شوفوا هذيك الخبيزه تاع الموسكوتشو هذاك اللون تاعها الذهبي خرج من اروع ما يكون. نخلوها خياتي تبرد شويه، من بعد نجوزو نقلبوها هكذايا في الطبسي. هاد المول كما قلت لكم انا شغل فاميلياري الفد الله يبارك، شغل اكثر من 3 بيضات، بصح انا حبيت ندير غير هكذا وحده صغيره، وكي تخلص هاد الموسكوتشو نديرو حاجه واحده اخرى هكذايا باش ما نكرهوش حاجه واحده نقعدو نشربو بها القهوه. المهم هاوليك الشكل تاعها، هايليك هذيك الشوكولا هنا نخلطها مليح ونوزعها كامل على الوجه تاع الموسكوتشو هكذايا باش نشد المغرفه. وتانيت شغل نحبط هذيك الشوكولا كامل، نخبطها خبطه ولا 2 باش تتوزع هذيك الشوكولا مليح. وتانيت خياتي راهو التزيين اختياري، انا درت لها من الفوق رشه تاع البيستاش. نتوما تقدروا ديروا مكسرات، تقدروا ديروا اي حاجه راهي عندكم، تقدروا ديروا لها هكذايا برك شوكولا وصلت نبي. بعد ما رشيتها بهذا البيستاش كما راكم تشوفوا من الفوق، خليتها هكذا شويه شدت روحها، الحال راهو شويه بارد، باش جست قطعتها.
هاد الشوكولا خياتي تجينا كيما الفوندون، كي درت لها شويه هذيك المغرفه تاع الزيت مع هذيك الشوكولا تقعد مام تنشف هذيك الشوكولا بصح تقعد هكذايا طريه. وكي يكونوا نقطعوا فيها هذيك الخبيزه تاع الموسكوتشو ما راهيش رايحه تروح شغل كل طرف وحده هذيك الشوكولا، ولا تجينا يابسه في التقطاع صراحه ممتازه. وما كاش اسهل من هاد الخبزه تاع الموسكوتشو كي نكونوا حاصلين ولا حايرين باش نديروا ولا باش نشربوا هذيك القهوه، نجوزو نقطعوا هكذايا مرسوم. شوفوها الداخل كيفاش جات، صدقوني خياتي جات ممتازه. وللامانه الموسكوتشو دائما كي يبرد يقعد واحد الساعه ولا يجي خفيف كتار من كيما نقولوا من اللي يكون سخون، نحسو هكذايا شويه راهو رايح يتعجن. انا راهي هكذا سخونه صدقوني راهي ممتازه، هكذا راهي ممتازه. وكي بردت زادت ولات خير وخير. هاوليك الشكل تاعها كيفاش جا هنا كنت تشوفوا. هايليك هذيك الشوكولا مازال ما نشفتش. انا على بالكم دائما نقول لكم مع التصوير ماذا بيا ندير كل حاجه شغل سوغ بلاص باش نرفد عليا هذاك التصوير ونكمل هذوك المقاطع تاع الوصفه على خطره. كل مره نقول نخرج نشري مول تاع الموسكوتشو هذوك الشابين اللي جاي مدرجينو كامل صراحه ولا ما عنديش كامل الوقت باش نشري الحاجه اللي راني حبتها. المهم كاش نهار نخطف رجلي ونروح نشري كاش مول تاع موسكوتشو هكذا يا شباب. كما راكم تشوفوا هنايا راهي الشتا دارت حاله، رانا الله يبارك 4 سيزون في النهار الواحد. تكوني مصيفه ومن بعد تقولي صبت الشتا، تصب الشتا من بعد تعاود تولي سخانه. المهم الحمد لله كما نقولوا على النعمه تاع الشتا. ولو انه شغل قلبنا وجعنا كي نشوفوا هذوك المناظر سواء في ولايه تيبازا ولا يعني شحال من منطقه في بلادنا سواء في الغرب ولا في الشرق، ولا يعني دارت الكوارث ودارت هذوك السيول يعني شغل حتى ولا هكذايا شغل ما دارتش هذوك الخسائر البشريه الكبيره، بصح الخسائر الماديه يعني كانت معتبره وفي كل جهه وفي كل دار، خاصه الناس هذوك اللي هاملهم المال ديالهم وكامل نقولوا لهم قلوبنا معاكم ان شاء الله. ان شاء الله كما نقولوا ربي يفرج عليكم. الناس اللي يستفادوا من سكنات نقولوا لهم ألف ألف مبروك. كل حاجة شوفوا رب العالمين في وسط الابتلاء يدير هكذايا نعمة، ولا في وسط الشر كاين دايما خير. هي الشتا ما راهيش شر، ماشي هذا هو القصد اللي كنت حباته، ولكن واحد يكون مقنوط يقول لك هاي لك دنيتي تشمخت، هاوليك المثل عليا فينالمون يصيب هذيك النعمة تاع رب العالمين، ربي يفرج عليه ورزقه بهذاك السكن اللي ربما كان عنده مدة طويلة وهو يسنى فيه. لا يحرمه منه إن شاء الله ربي يرزق كل واحد الحاجة اللي راهم متمنيها. مكملين خياتي في الفقرات. وهنايا كما شفتوا درت لا ماغيناد اللي حندير فيها هاد الشرائح تاع الداند اللي راكم تشوفوا فيهم. شوفوا درت 2 بايت تاع ياغورت ناتور، درت تتبيله الخاصه بهاد الشرائح تاع الداند. تقدروا نتوما الا ما كانتش عندكم هاد التتبيله اللي تتباع جاهزه تقدروا ديروا توابل هذوك تاع الدجاج، ديروا شويه ملح شويه فلفل كحل شويه كركم شويه زيت شويه خل وشويه حار، الناس اللي تحب الحار الموطارد. هادو ما تخلطوهم كامل مع بعضهم وتديروا فيهم هاد الشرائح تاعكم وتخلوهم قد ما قعدوا راهم رايحين يتشربوا هذيك لا ماغيناد ويجي الذوق تاعهم من اروع ما يكون. انا هنا خياتي حنرافقهم مع الرز، نتوما تقدروا ديروا لي في خيط الرز الحاجه اللي راكو حابينها. شوفوا درت 5 كيسان تاع الماء، درت لهم شويه هكذا ملح، نخلو هذاك الماء تاعنا يغلي، ومن جهه تانية نعمروا الكميه تاع الرز اللي رانا حابينها. انا درت 5 كيسان تاع الماء حندير لهم 2 كيسان تاع الرز. انا هنا عندي الرز بسمتي عليها درت 5 كيسان تاع الرز. كل كاس تاع الرز ياخذ 2 كيسان تاع الماء، ولكن كيما نعرفوا هذاك الرز البسمتي يطول شويه في الطياب ويجي شويه عاصي، ماشي كيما هذاك الرز ديالنا. انا كيلت هذوك 2 كيسان نغسلوهم مليح مليح ونخلوهم ينشفوا حتى يتخلص كامل من هذاك الماء، وتانيت باش هذاك الرز تاعنا يجي ناجح وتجي كل حبه وحدها. هذيك البلاصه ديالي كيما العاده والعوايد انا كنخدم هذاك الشيفون دائما ملصقاتو في يديا، نحب الحاجه اللي طيح نعاود هكذا نمسحها. هذاك الرز غسلته وخليته هكذايا ينشف كما قلت لكم من قبل. بعد ما غلى لي هذاك الماء نجوز نحط هذيك الكميه تاع الرز، وهنايا ما نمسوه ما والو، نغطيو عليه ونخليوه يتخلص كامل من هذيك الكميه تاع السوائل. ما راهو رايح يخصو، ما حيجي بزاف ما حيجي شويه. حكمت هذوك لي زيسكالوب ديالي درتهم داخل المقله من غير حتى اضافه، من غير لا زيت لا والو، باسكو راهو فيه كلش. غطيت عليه وخليته يطيب حتى تخلص كامل
من هذاك الكميه الكبيره تاع السوائل. شوفوا هذاك الرز بعد ما طاب راهي كل حبه وحدها يجي خياتي من اروع ما يكون. تقدروا تنسموا هاد الرز ديالكم، ديروا حبه تاع نجمه الارض، حبه تاع الهيل، وريقه تاع الرند، تاني اللي يحب اللون تاعو هكذايا رايح شي رصفوريه يرمي رشه تاع كركم ولا زعفران. المهم هاد الاضافات تقدروا تزيدوا شاكو حابين. كيما راكم تشوفوا خياتي فرغته داخل هاد لاسيات وسويته كامل بالمغرفه باش نجوز نحط له هاد المرسوات تاع الدجاج من الفوق. نتوما تاني تقدروا ديروه في كاش ساغسو، يعني يجيكم لا فورم تاعو هكذايا مشدوده وتجي محكومه، وديروا هذوك المرسوات تاع الدجاج ولا لي زيسكالوب من الفوق، يعني واش قدمتو معاه. تقدروا تاني تديروه في هذاك المول العجيب، خاصة إلا درتوه صدر تاع الدجاج وقطعتوه طريفات صغار حاجة بينه، هذاك الفيد حتعمروا فيه كامل هذوك القطع تاع الدجاج، الشكل تاعو يجي مميز. يعني كنت سبقت هذه الطرق كامل، شاركت بهم الأخوات، يعني راهم في القناة شحال من خطرة ندير هكذايا الرز وندير له طريقة تقديم مختلفة. هذوك لي زيسكالوب درتهم من الفوق، وهذيك الدرسة اللي قعدت لي ستلها شوية تاع الماء وشويه كريم فريش وخليتها تغلات باش تحصلت على هذيك الصلصه اللي ان شاء الله نقدم بها هذاك الرز اللي راكم تشوفوا فيه. مكملين خياتي في الفيديو تاعنا، مكملين في الفقرات المتنوعين. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك، خرجوا من اروع ما يكون، الله يبارك، ربي يحجب عليهم. خرجوا بوبيات في زوج فيهم كما راكم تشوفوا، وحده مكحله الله يبارك، وحده هكذايا بيضه في زوج لي لوك تاعهم خرجوا شابين، المكياج تاعهم خرج من اروع ما يكون. راني رايحه نشارككم تفاصيل بزاف بصح قبل خياتي تقدروا تدخلوا للصفحه تاعي تاع الانستغرام اللي تابعه للصالون بنت القصبه بيوتي. تقدروا تشوفوا فيه ستوريات بزاف، تقدروا تشوفوا حاجات يعني ما نديرهمش كامل فلاشان. تقدروا تاني تفلي ستوري تاع كويزين بنت القصبه تاع الصفحه تاع الانستغرام ديالي، تاني تنشارككم ستوريات بزاف بزاف، يعني واش ما ينحطش كامل هنا راني نحطه باذن الله في الانستغرام ديالي. هما لا تقدروا يعني تابونيو هاد لي باج ديالي تاع الفيسبوك هكذايا باش تشوفوا كامل الحاجات اللي راني نحط فيهم. الناس تاني اللي عندها فيسبوك تاني كاين صفحه الخاصه بالصالون بنت القصبه بيوتي، حتشوفوا في خياتي صور تاع المكياج، صور تاع المشيط، يعني هكذا العروسه كي تكون رايحه تمشط ولا تاخذ فكره. يعني اليوم اني حطيت هادو، مازال نزيد نحط حاجات بزاف بزاف، ومازال نزيد نشارككم حاجات بزاف. اما لا خياتي تبعوا في لي ستوري تشوفوا الكواليس، تشوفوا حاجات كما قلت لكم ما تشوفوهم في حتى بلاصه، والصور تاني العروسه كي تحب هكذايا باش تمشط ولا حتاخد فكره. الموسم تاع الاعراس راهو هكذايا على الابواب، واخوات بزاف بزاف تقول لك كيفاش نمشط وين نمشط واش راني رايحه نمشط، ما عنديش فكره. يعني الصفحات هادو دياولي راهم رايحين يساعدوكم. شوفوا هنايا عندنا هاد المكياج اللي جاي في الالوان الهادئه ولا الالوان الترابيه ولا لي كولور نيود، هادو عندنا هدايا خرج لها من اروع ما يكون. كاين اخوات ولا كاين ديزانفيتي ولا عرايس يحبوا هاد لي كولور في الكلاغ، وكاين ناس تحب لي كولور شويه في الفونسي. يعني ماشي هذا هو كلش، مازال كاينين مفاجات بزاف بزاف، ومازال كاينين حاجات بزاف. يعني حبيت نشارككم الطريقه تاعنا تاع المكياج قبل نقول لهم البنات الله يعطيكم الف صحه في هذوك اليدين، ربي يحفظكم ان شاء الله ويستركم. مازال خياتي كما قلت لكم راني رايحه نشارككم اشاك فوا حاجات هكذايا باش تاخذوا فكره. كاين اخواتي يجوني للصالون يقولوا لي يا نوال انا حابين نشوفوا المشيط، حابين نشوفوا المكياج، وعلى بالكم هذيك شغل العروسه كي تجي يعني كاين نادرا وين تقول لك شغل صوري لي شعري من اللور ولا ما يحبوش يتصوروا، ومن حقهم. يعني حنايا كيما نقولوا ما نقدروا نحتموا على حتى واحد، كل واحد يدير الحاجه اللي راهو حبها. وتانيت بالمقابل هذيك العروسه ولا لانفيتي ولا تجي تصيبيها شغل مدبدبه، يعني تقول لي ماذا بيا نشوف هكذايا لي موديل، ماذا بيا نشوف المكياج تاعكم كيفاش داير. وكاين تانيت فئه واحده اخرى اللي تقول لي انا حنا رانا دايرين فيك هذاك لو كونفيونس توتال، على بالنا باللي خدمتك من اروع ما يكون. فاصون البنات هما لي ميك اب ارتيست كما قلت لكم مشطوا هذا المشيط اللي يحبوه كامل العرايس، ولا وحده كيكون عرس خوها، ولا يعني حاجه اللي تكون العرس يكون بروش ليك. الناس كامل يحبوا هدايا كوافي دي كوافي، يعني ماشي هذاك الشينيون اللي تحسيه راهو لاصق بلي بيناز وشغل كلش لاصق في بعضه. هكذا تكوني إليغونت وتكوني شابه وملموم بطريقه هكذا عفويه،
يخلي هذاك كما نقولوا الزين تاع هذيك العروسه يقعد باين. وكل وحده دير الحاجه اللي تحب، كاين اللي تحب سموكي، كاين اللي تحب لي كولور، كاين اللي تحب حاجه هاديه. كما قلت لكم خياتي، يعني كي تدخلوا لاباج تاع الانستغرام اكو رايحين تصيبوا التصاور وهكذايا حتختاروا بكل سهوله سواء المكياج اللي راكو حابينه ولا المشيط اللي راكو حابينه. كاين حاجات بزاف حنزيد نحطها اليامات الجايين الا كنا ملحيين. هادو خياتي هاد الزوج بنات، هادوما لي مانكا اللي شغل صورت عليهم هذاك المكياج، ومازال كاينين حاجات واحد اخرين باذن الله هكذايا. شغل تشوفوا بعينيكم، تشوفوا الخدمه، شوفوا هديه كيفاش خرج لها المكياج تاعها تحفه، جاي هكذايا مكحل، جاي الله يبارك. والاخرى تاني يعني بلوندا، درنا حاجات مختلفين. مازال ماذا بينا احنا كل عروسه تشوف روحها في كاش هكذايا مانكان تقولك انا شعري شبه هكذا، انا زيني تقريبا كيما هادي. علاش حبيت نصورهم قبل وبعد باش تاخدوا افكار بزاف. وتانيت عندي لي غيلز هكذايا في الانستغرام تاني تشوفوا حاجات يبينوا لكم ادق التفاصيل. هنا خياتي صالون تاعي جاي في باب الواد طريق البحر، جهه لا دي جي اسان. كي نكونوا جايين مسحتوا هذا جهه لابوست، جهه التريزور، تكملوا تو دغوا حتى تخرجوا في جنينه العواد هذيك اللي يخرجوا الماء يخرج من هذوك العواد البيوضه. تكملوا هذيك الطريق طويله كامل تاع الكورنيش، تقعدوا توجور على يدكم اليسرى تمشوا، على يدكم على يدكم على يدكم اليسرى يجيكم البحر، وعلى يدكم اليمنى تجيكم هذيك لا دي جي اسان. انا راني شوفوا راني هنا راني غير هكذايا في الفيراج خياتي. الصالون ساهل ماهل، نيميرو تليفون كان خارج لكم على الشاشه هكذايا. تعيطوا تستفسروا، تحبوا تعرفوا الاسعار، تحبوا تعرفوا حاجات بزاف، تاخذوا موعد. وشنو الاتصال خياتي من 9 تاع الصباح ل 4 تاع العشيه ماكسيموم الخمسة التليفون يتغلق. ثاني خياتي واش حبيت نزيد نقول لكم، الصالون يخدم يوميا غير نهار الحد غير الا كانت كاينه عروسه، يعني ما راناش رايحين نغلقوا عليها هذاك الباب. الا كانت كاينه عروسه بالحد حنحلوا على جالها، سينو ساير الايام الحل الحد ما راناش رايحين نخدموا. كما قلت لخياتي نيميرو التليفون راهو خارج لكم على الشاشه هكذايا. تعيطوا وتستفسروا، عندكم العراس، عندكم مناسبات، حتى العائله هكذايا شغل كي تكون اون فامي نومبروز هكذا، وهذيك العروسه تكون هي وما ليها هذاك النهار ما نشدوش يعني ناس واحد اخرين. يا ربي نكملوا هذيك العروسه مع لا فامي تاعها باش كل واحد نديروا له البروغرام. وتعرفوا يمات العروسه تحب تروح هي الاولانيه للصاله، وختها تحب تسبق للدار باش تشوف هذوك لي زانفيتي. المهم احنا نقدروا نديروا هذاك البروغرام تاع كلش. هذه هي خياتي الجي بي اس ونيميرو تليفون والصفحات كانوا خارجين لكم هكذايا في ليكرون. هنا كما راكم تشوفوا خياتي هاد الوصفه اللي تجي بزاف بزاف بنينه تاع الكامونبير. شغل نديروا له هكذايا خطوط، نديروا له سنينات تاع الثوم، شويه زيت الزيتون وشويه اعشاب عطريه، ونرميوه هكذايا فوق البابي كويسون، ندخلوه داخل الفرن حتى يتعسل ويذوب كامل. تجي واحد الوصفه من اروع ما يكون. تاكلوها بالمطلوع، تاكلوها بالخبز، تاكلوها بالفطير. انا كنت درت هكذايا شويه تاع الفطير وقدمته خياتي هكذايا معاه. صدقوني يعني هاد الوصفات شغل كانوا مصورين من مده طويله، بصح هذاك المونتاج ما قدرتش وما كفانيش الوقت كامل باش ندير هذاك المونتاج. كنت لاتيه شغل في الصالون شويه، كنت شويه من هيك راكو عارفين المشاغل تاع الحياه. بصح اليوم راني جيتكم وجبت لكم هاد الفيديو المتنوع، ان شاء الله يكونوا عجبوكم الفقرات اللي درتهم اليوم. هاد الحميس وهاد اسمها الطحينه هذيك تاع الباذنجان، الوصفات تاعهم كامل خياتي راهم في القناه. حتى هذيك الفطير في الفيديو الجاي باذن الله راني رايحه ندير لكم الوصفه. شوفوا كي يذوب هكذا يتعسل خامل، يعني هو خليه دخله خرجه راهو رايح يذوب. ولكن انا على بالي مع هذاك التصوير وبيد ما نكمل نصور حتى يعاود ينشف لي، خليته هكذا شويه شغل داب شويه بزياده. رشيت عليه هذيك الورقات تاع المعدنوس خياتي. يعني هكذا استقليت معاه مقيله تاع البطاطا وهذوك شويه تاع شلاضه، خير وبركه. جوزنا هذاك الوقت. الوصفه تاع الفطير كما قلت لكم في الفيديو الجاي بحول الله راني رايحه نشاركها معكم. شوفوا كيفاش يتعسل، يجي ممتاز خياتي. كان هذا هو الفيديو تاعي تاع نهار اليوم، كانوا هذو هما الوصفات المتنوعين.
اللي اقترحتهم عليكم خياتي ان شاء الله يكونوا عجبوكم، ان شاء الله تجربوا هاد الوصفات، اكيد راهم رايحين ينالوا الرضا تاعكم. خياتي انا لحقت للنهايه تاع الفيديو تاعنا. انا واش نقول لكم خياتي، نقول لكم سنوني ان شاء الله هاد السمانه في فيديو جديد بحول الله. عندنا وصفات جدد، فقرات جدد، عندنا عرايس جدد، عندنا انواع وطرق ولا مكياج ومشيط تاني واحد اخر، وتاني في الصفحه تاع الانستغرام راني رايحه نشارككم بزاف بزاف شغل صور وبزاف فيديوهات اللي ما راهمش كامل هنايا. المهم خياتي انا نحب نشارككم من كل شويه شويه. دوكاتي لحقنا للنهايه تاع الفيديو، ما عليا غير نقول لكم تهلاو لي في روحكم، تهلاو لي في صحتكم، وتبقاو على خير يا وجه الخير، دمتم وفيات. خليونا كلمه طيبه خياتي في التعليقات، واللي قالت كلمه طيبه نقولوا لك بمثلها.